اعمل ايه لو جوزي خاني؟ بصي انا جمعت لك شويه حاجات كده، يعني خلاصه ان شاء الله هنطلع نتيجه حلوه. بصي اهي كتبتها هنا اهو، هقولها لكم دلوقتي. اول حاجه، جوزك خانك، هو خان الله ورسوله، هو ملناش دعوه بيه لان هو عمل معصيه. خلاص، احنا كستات ممكن اي حاجه الزوج يعملها، مثلا رساله بعتها، مكالمه تليفون، نظره، بنعتبرها خيانه. ايا كان حاجه من الحاجات دي فهي معصيه عند الله. تمام، احنا بقى كستات موقفنا ايه في الخيانه دي؟ بدايه من مكالمه، من نظره، لنهايه الخيانه نفسها. اول حاجه عايزاكي تتكلمي مباشره مع جوزك. انا عرفت كذا كذا، اي حاجه عملها بقى، وانا متضايقه من اللي انت عملته ده، ودي حاجه ما ترضيش ربنا، ولازم تبطل اللي انت بتعمله. انا احب قوي المواجهه دي على طول في الوش. مفيش حاجه اسمها ان انا اعرف ان هو خني فانا استخبى، فانا اقول اطنش، فانا لا اطنش ايه ده؟ انت هتولعي من جوه لو انت طنشتي. لا، انا ماشي الدنيا واعمل نفسي عبيطه ومش فاهمه حاجه عشان هو في الاخر اللي بيته. لا، اول حاجه لما تعرفي الحاجه دي الخيانه، واجهي واتكلمي عشان ترتاحي. تاني حاجه، اوعي تجلدي نفسك بقى. بلاش بقى نظام جلد الذات بقى، وانا يمكن انا قصرت، يمكن انا ما اهتمتش بيه، يمكن اهتمت بالعيال، يمكن جلد الذات ده بلاشه، عشان الخاين ده هو اللي عمل كده واتبع شيطانه وعمل المعصية دي. فبلاش معاصي الاخرين نجيبها في ان احنا مقصرين. لا، انت مش مقصرة، انت حياتك حلوة قوي، وانت انسانه محترمه وعامله اللي عليكي. فبلاش تجلدي ذاتك. والله يعني الحياه ابسط من ان احنا نجلد ذاتنا عشان حد عمل معصيه. احنا ملناش دعوه بالمعصيه. انا كست لما الزوج يعمل كده دي معصيه راجعه ليه. انا لو كنت مقصره في حاجه يكلمني ويقول لي انا مقصره في ايه وانا اغيره، مش يخوني. لا، بلاش جلد الذات. تالت حاجة بقى، بلاش نتكلم مع حد على الخيانة اللي احنا نعرفها على أزواجنا. الستر مش بغرض حاجة، إلا إن احنا الأهل أو أي حد عرف برانا أنا وزوجي، هتبقى أولا بفضحه. ثانيا الحاجة لما بتطلع بره الموضوع بيزيد جدا، وبيبقى فيه عناد، وبيبقى مفيش حل للمشكله. الموضوع طالع ما بينكم انتوا الاتنين، والله ما هيتحل صدقيني. فخليها بينك وبينه. رابع حاجه وصلت ليها، لو هو واجهتيه زي ما انا قلت لك في المره الاولى واعترف، لازم يعتذر. ما تسيبهوش كده وهو يقول لك ايه اي مبرر. لا، يعتذر ويتوب الى الله ان هو مش هيرجع للمعصيه دي بالخيانه. يعني لازم يتوب الى الله، يقولك انا اسف وتوبت الى الله ودي معصيه وانا مش هكررها تاني. لكن مفيش حاجه واحد يروح يخون وخلاص الدنيا كده سهله وسكوت وخلاص وعديلي كده. لا، لازم اعتذار. والاعتذار مش اعتذار ليكي بس، ده اعتذار لربنا، ده يتوب وينوب الى الله، ده عمل معصيه. وبعدين يا غادة كتبتي ايه بقى؟ التسامح. لازم انت تسامحيه. لازم لما توصلي للمرحلة ان بعد ما اعتذر وبعد ما تاب الى الله انت يكون من داخلك لازم تسامحيه. لان احنا كتير بنخطأ وربنا غفور رحيم، فاحنا ايه؟ نسامح احنا كمان. احنا بشر، ربنا هيسامح، احنا كبشر مش هنسامح. سامحيه عشان تعرفي تعيشي وتكملي بقية حياتك معاه. والله العظيم انا عارفه اللي حصل معاكي ده من خيانه، عايز دكتور نفسي عشان يعالجك. انت بتبقي نفسيتك متدمره، انا عارفه كل ده، بس ما فيش حاجه هتريح بالك وتنهي اللي بينكم غير انك تسامحيه، حتى لو بينك وبين نفسك. اقولك ليه؟ عشان ترتاحي. وانا عايزاكي تاخدي وقتك لما تعرفي ان هو خانك. خدي وقتك في ان انتي تبقي زعلانه ومتاثره، مش اول ما تعرفي وبعدين تواجهيه وبعدين يقولك انا اسف ومش هعمل كده تاني فانتي هيكون عسل واتمسح. لا، اكيد نفسيتك بتبقى زعلانه
اكيد ان انت بتبقى سايب بصمه وحشه واثر وحش في نفسيتك، فانت خدي وقتك، بس ما تزعليش كتير عشان الزعل ما فيهوش فايده، وبعد كده تسامحي عشان ترتاحي. لازم بقى يكون عندك دعم تاني لما تعرفي الكارثه بتاعت الخيانه. دعم مش ان احنا برضو نروح نفضح، لا، انا يكون في عندي دعم بحاجه اعملها، حاجه اغير، اخرج نفسي من مود اللي انا شفته او اللي انا عرفته عن زوجي بالجرح اللي انا جرحته. سواء انت عندك صاحبه بتتكلمي معاها وبس ما تتكلميش معاها في الموضوع ده، تتكلمي معاها ان انت عندك مشاكل وخلاص، فهي هتحاول تخرجك. اخت هتحاول تخرجك، هتحاول تخرجك. حاولي تدوري على دعم من الناس اللي حواليكي، اهل، اصحاب، اخوات، وان شاء الله الموضوع هيعدي على خير. بصي بقى، حاجه انا كتبتها من ضمن الحاجات اللي انا كاتباها في الاجنده دي، العيال ابعديهم عن الموضوع ده. العيال لا يعرفوا من بعيد ولا من قريب، لا يسمعوا، لا يعرفوا ان في خيانه من عند الاب، لا لا لا, لا. ابعدي عيالك عن الموضوع بتاع الخيانه ده خالص. كتبت حاجه كمان، حاجه بقى هقولها لك، لما تلاقي الخيانه دي حصلت اهتمي بنفسك. مش هقولك اهتمي بنفسك، انا في واحده يعني كنت اعرفها لما كان بيحصل اي مشكله بين زوج وزوجته، او الزوج مثلا يخون، او زوج راح يتجوز عليها، او بيبص بره، كانت دايما تقول لك ايه، روحي اصبغي شعرك احمر واشتري مش عارفه روج احمر وظبطي. لا، انا بقول لك بقى عكسها خالص، ما تعمليش كده. انت انسانه كويسه انت مهتميه بنفسك، وزي ما قلت لك هو اللي عمله ده رجع ليه لان هو عمل معصيه، انت مالكيش اي ذنب، وانا عارفه ان انت كويسه، ولو عندك اي حاجه هتحسني منها، لكن اهتمي بنفسك لنفسك بجد. شوفي نفسك انت محتاجه ايه تعمليه تخرجي نفسك من الجو ده. لو كنتي مثلا عندك حاجه او هوايه بتعمليها وبعد الجواز انشغلتي عن الهوايه دي، لو كنت بتحبي تحفظي قران، لو بتحبي تقري، لو بتحبي تتفرجي على حاجه معينه تتفرجي عليها، لو بتحبي تخرجي مع اصحابك، اعملي ده، ارجعي اعملي ده تاني، ارجعي اهتمي بنفسك، ارجعي اعملي الحاجه اللي بتريحك. لو والله لو كوبايه شاي بلبن هتشربيها بتحبيها، عشان انا بحب الشاي بلبن، وتاخديها البلكونه مع تاخدي شويه لب معاكي وسوداني، اعملي كده، اعملي اي حاجه تريحك. اهتمي بنفسك لنفسك عشان تسعدي نفسك، مش عشان خاطر تهتمي بنفسك عشان هو يبطل يبص بره والكلام ده. لا، انا مش من انصار ان انت تهتمي بنفسك عشان هو ما يروحش من ايدك وكده، لا، اهتمي بنفسك لاسعاد نفسك. كتبت حاجه بقى، انت بقى دلوقتي اكتشفتي الخيانه وهو قال لك انا خنت، وعملتي كل الخطوات اللي انا قلتها لك دي، وبعدين عمل حاجه بقى ايه، ان هو ما رجعش عن اللي هو هيعمله، ولقيتيه ممكن اعتذر وتاب، وبعدين لقيتيه بيخون تاني. لو هتاخدي قرار بالانفصال ما تتسرعيش فيه، رتبي نفسك الاول، رتبي امورك، شوفي شكلك هيكون ايه بعد الانفصال، شوفي دنيتك هتكون ايه، شوفي مسؤوليتك هتكون ايه، ومعاكي اولاد، شوفي المكان اللي انت هتروحي فيه، لا عندك مكان مناسب تقعدي فيه، رتبي كل امورك قبل ما تاخدي القرار بالانفصال. لو انت مش هتستحملي الخيانات اللي هو مستمر فيها، وان هو مش بيرجع ولا بيرجع عن اللي عمله، رتبي نفسك وما تتسرعيش في اي قرار. الفيديو ده صدقة جارية على روح بابا وجميع موتى المسلمين. انا غادة اتمنى لكم السعادة، اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.